ومؤسسة وطنية إلى درجة يعني غير محدودة، وهذا حقيقي. وأمامنا التصريحات رئيس شبيت الإسرائيلي منذ شهور. نحن أمامنا ده غير مسألة الكنز الاستراتيجي اللي هو مبارك، يعني أمامنا في مصر ما يمكننا من تفجيرها في أي لحظة، وهو اللعب على الفتنة الطائفية أو ملف الفتنة الطائفية، وهذه حقيقة. وأنا أنا أرى، وكما قلت دائما أيضا، أن هناك ولو كلمة أجندات كلمة ثقيلة على النفس لاستخدامها في غير موضعها، ولكن فعلا هناك أجندات، وفعلا هناك من يعملون داخل مصر بشكل مؤامراتي وواضح جدا. هناك عدد كبير جدا ممن أو من دعاة الليبرالية. أليس ما نعيشه في مصر ليبرالية الآن؟ أليست حرية حقيقية؟ من يصدق أن الإخوان المسلمون لهم مقر معلن وبل مقرات معلنة؟ من يصدق أن عبود الزمر والجماعة الإسلامية يتحركون بحرية؟ من يصدق أن السلفيين في كل مكان وفي كل وقت؟ من يصدق أن الأقباط يقولون ما يشتهون وفي أي وقت وأينما كانوا؟ من يصدق كل أليست هذه ليبرالية؟ أليست هذه ليبرالية؟ يجيبوني. ومع هذا ما زالوا يستخدمون الفزاعات، ما زالوا يستخدمون أساليب التخوين. هذا يخلق جوا من التوتر الشديد في المجتمع المصري. طيب، في الفترة السابقة كان من المفهوم هذا الخطاب التحريضي، وأن هناك استفادة بدرجة أو بأخرى، استفادة بأموال من الخارج، أو استفادة بمواقع إعلامية أو بمناصب أو ما إلى ذلك، أو يعني بالفتات الذي كان يرميه النظام السابق لهؤلاء التحريضيين. طيب الآن من سيدفع؟ يعني أنا أؤكد أن المشير دعنا نكون أكثر وضوحا. من تقصد بالتحريضيين؟ التحريضيين الذين يخوفون الآن ليل نهار من التيارات الإسلامية التي رأت النور والتي خرجت. لماذا تحرض؟ ليس هذه الليبرالية؟ مش هذه هي الليبرالية الديمقراطية؟ مش هي النزول على رأي الأغلبية؟ ما حدث في التصويت على التعديلات الدستورية، ليست هذه هي الديمقراطية؟ آلية شديدة للديمقراطية. بالمناسبة يعني بما أنك فتحت هذا الموضوع، من الواضح أن هناك رفض بين النخبة بشكل أو بآخر لمسألة يعني خارطة الطريق التي وضعت للوصول إلى برلمان منتخب وإلى دستور معد، ثم بعد ذلك انتخابات رئاسية. البعض يقول يجب أن يكون الآن تنتخب هيئة تأسيسية لوضع دستور حتى قبل الانتخابات البرلمانية، بل يتخوفون في الأصل من إجراء الانتخابات في وقتها الذي حدد في شهر 9 القادم بسبب حالة الانفلات الأمني التي نعيش فيها. ما رأيك في هذا الكلام أستاذ هاني؟ بصراحة أنا شايف أن هناك كتلتين دلوقتي موجودين على الواقع السياسي، وهي الكتلة الإسلامية بمختلف أجنحتها، والكتلة الليبرالية اليسارية. الكتلة الليبرالية اليسارية للأسف يعني ما استفادتش من الواقع كتير، فما اخترقتش المجتمع إلى العمق، فما لهاش أرضية كبيرة. يعني ممكن أن يكون التيار النصيري له بعض التواجد في المحافظات، لكن مش بعمق التيار الإسلامي. فأصبح هناك تكتلين سياسيين في مصر، تكتل إسلامي وتكتل ليبرالي يساري. والأول مرة أرى أن الليبراليين واليساريين يحدث بينهم درجات من الاقتراب عشان يعملوا لنا الفزاعة الجديدة وهي الإسلاميين. طبعا الإخوان المسلمين كانوا الفزاعة في عهد نظام البائد، خلصت الفزاعة ديت بدأوا يطلعوا لنا السلفيين. وللأسف الشديد أفوجئ إن السلفيين كل أحداث امبابة قالت إن هم ما كانوش متورطين فيها خالص، وده صحيح لأن التحقيقات أثبتت هذا الكلام، وأثبتت أيضا أن فلول الحزب الوطني وبعض البلطجية المنتمين واللي قبضوا من الحزب وفلوله هم اللي عملوا هذه المشكلة. النهاردة في تخوف، فبدأ يحدث عملية التفاف حول نتائج الاستفتاء. وخلينا واضحين بقى، تم الاستفتاء، تم الموافقة، ثم بعد ذلك وجدنا بيان دستوري. المفروض ان انت الدستور يستمر، خلاص ما فيش مشكله. البيان الدستوري ان احنا عارفين اعلان دستوري مش مفيش مشكله. ثم بعد ذلك بقى، طب احنا قلنا الاستفتاء وافق على ان هيبقى فيه تعديل دستوري، بس مين اللي يعدل؟ حسب الاستفتاء اللي شارك فيه اكتر من 18 مليون مصري، اللي هيعدل هي مجموعه من مجلسي الشعب والشورى ومن طرح، ويبقى اعضاء منتخبين. كويس جدا. النهارده يحصل بقى التفاف وتقول لي هعمل انا الدستور على مزاجي؟ يبقى مجموعه نخبويه عاوزين يعملوا دستور لبلد بحالهم. ده الدستور توافقي وليس باغلبيه، توافقي، يعني انت ما تنفردش بالقرار.
تاني حاجه، النهارده انا شايف ان بعض القوى الليبراليه، القوى اليساريه بيحاولوا يعملوا نفس اللي بيعمله النظام السابق، ازاحه الاسلاميين من الساحه، استبعاد الاسلاميين من الساحه، او الصدام معهم، او اظهارهم لكن بسبب استاذ هاني، البعض يرى ان حتى يعني تعامل الاسلاميين مع بعض القضايا في الوقت الحالي اثر بالسلب على امن مصر بشكل او باخر، على اشعال الازمه بين المسلمين والمسيحيين، هكذا يقولون. فهم عايزين يضعوا حد لهذا الامر بوضع دستور يؤكد على المواطنه ويؤكد على الدوله المدنيه. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا ضد التطرف، ضد التشدد، ضد ان انا اوقف البلد عشان كاميليا وعشان وفاء وعشان ما اعرفش عبير وعشان مين، ده كلام مرفوض من حيث المبدا. احنا في قانون في البلد، نرجع نقول ان مظله القانون لابد ان تظل الجميع. حته ان احنا نقول بقى النهارده هوقف البلد عشان كاميليا اطلع بمظاهره وعاوز اختي كاميليا، طلعت كاميليا وقلت لك لا انا مش مسيحي، انا مش مسلم، خلاص بقى القانون ينهي. النهارده وفاء قسطنطين يا سيدي قدم بلاغ للنائب العام، عاوزين وفاء قسطنطين تمثل الى امام القضاء ويجي ويتابع قانونيا. ان انا انزل عشان شخص غير ديانته او غير معتقده، هذا مرفوض من حيث المبدا. لكن في نفس الوقت خلينا نتكلم بقى في الجانب الثاني، طب ما الاسلاميين دول جزء من الشعب متواجدين في الواقع السياسي، سيبهم الفرصه نافسهم بقى على ارض الواقع. تاني حاجه، الدوله المدنيه لم يختلف عليها اثنين، الاخوان قالوا احنا عاوزين دوله مدنيه، اليسار قالوا عاوزين دوله مدنيه، الليبراليين عاوزين دوله. طب ما الاصل موجود، بس كل واحد بينظر اليها بقى بما اتاحه الدستور والقانون. انا عاوز اشوف الهويه الاسلاميه، ده عاوز اشوف الهويه العلمانيه، ده عاوز اشوف الهويه اليساريه او الاشتراكيه، على عيننا وراسنا. لكن اتنافس على الواقع، ما تتنافسش امام كاميرات الفضائيات، ما تتنافسش امام الميكروفونات. عاوز تعمل كتل تصويتيه محترمه، زي برضو المحاوله بالزج بالجيش في التصويت والشرطه، والحمد لله الجيش فطن الى هذه الامر عشان يعمل كتله تصويتيه يبقى فيها عدم تكافؤ فرص بين فئات المجتمع، والجيش قال احنا لا هنصوت ولا الشرطه هتصوت. شكرا، لان الجيش فاهم. انا ارى ان قيادات الجيش قيادات عاليه الفكر، ما حدش يقول لي ان ديت لا، عندهم فكر واسع وفاهمين كويس ان بعض الكتل الليبراليه عاوزه تعمل كتل تصويتيه، رغم ان هم بيلعبوا بالنار. لان لو ترشح واحد من وزاره الداخليه ولا وزاره الحربيه او الجيش وما حصلش، ايه اللي يحصل لو واحد خسر من الطائرتين؟ اخيرا استاذ محمد، يعني اخر سؤال لحضرتك، هل الحاله التنافسيه الان بين كتلتين، من كتله من جانب يمثلها الاسلاميين بشكل او باخر، والكتله تمثلها بعض الاحزاب الليبراليه واليساريه كما تفضل الاستاذ هاني بالحديث في هذا، هل هذا التنافس اثر بالسلب على الحياه السياسيه المصريه واثار بعض الازمات؟ مفردات الخطاب، مفردات الخطاب هي التي خلقت جو من التوتر، هذا حقيقي على فكره. وبعدين هو يعني ارى ان الاسلاميين، انا في المنتصف على فكره لان هنا ولا هنا، ارى ان الاسلاميين يعني يقدمون دائما في حاله دفاع عن النفس، دائما في حاله دفاع عن النفس، وبالتالي بيقدموا يعني حسن نوايا، بيقدموا بوادر حسن نوايا كثيره. يعني انا اتذكر ان الاخوان المسلمين موضوع نسبه الترشيح على سبيل المثال، موضوع القائمه التوافقيه، يعني نروح الانتخابات بقائمه توافقيه ونخليها قائمه نسبيه مشروطه زائد فردي زائد النظام الالماني زي اللي كان عندنا في 84، ونبقى كلنا موجودين مع بعضينا، لا غلبة لطيار ولا فصيل على الآخر، ونجلس ونشكل الهيئة التأسيسية التي ستنشئ الدستور، ومش راضيين. إذا وصل في شكل من أشكال التخوين، لا ده مش هيعملوا كده، لا ده مش عارف إيه. رجعنا لمحاكم التفتيش في النوايا مرة أخرى للأسف الشديد. أنا أرى أن صيغة هذه هي الديمقراطية، ولكن ينبغي أن تكون مفردات الخطاب أنا هجيبها على بلاطة محترمة، مش أكتر من كده. أشكركما شكرا جزيلا. من الواضح أننا كنا نحتاج حلقة أخرى للحديث عن